صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. صلوا على سيد الطعام وأهم طبق على أي سفرة. كل واحدة فينا لها أسرارها وتكاتها في الخلطة بتاعته. في الصينية رصيه وفي الفرن سويه. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله هنعمل المحشي المشكل بتاعنا بطريقة مميزة غير التقليدية. هنرصه في صينية ونسويه في الفرن، واعرفكم اسرار التسويق الصح وازاي يكون مظبوط معاكي ومش معجن. يلا نبدأ بسم الله. عندي حوالي 2 كيلو من البتنجان اسود على ابيض، ونص كيلو من الفلفل، وكيلو من الكوسة، وكرنباية كده صغيرة. هجيب البتنجان اقطع القطع اللي فوق دي هو والكوسة، ونبدأ بقى ان احنا نقورهم. والكرنبة هنفكك الورق بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا افكك كل الورق وبعدين هنسلقها في المية. وقبل ما اعمل دول بقى لازم احط التسبيكة بتاعتي على النار، عشان لما اكون خلصتهم تكون التسبيكة جهزت معايا، وهي بتاخد وقت اكتر اصلا. هحط حلة على النار فيها شوية زيت، واقطع 3 بصلات كده قطع صغيرة مع فلفلتين. الفلفل بيدي طعم حلو قوي للتسبيكة بتاعة المحشي، خاصة الفلفل الاحمر. هشوح البصل مع الفلفل على النار، وبعدين هنزل بحوالي كيلو ونص من الطماطم المعصورة او 2 كيلو. كل ما تزودي في صلصة الطماطم او الطماطم المعصورة دي كل ما بيديكي طعم ولون حلو كمان للمحشي بتاعك. هحط عليها ملح وكمون وكزبرة وبهارات محشي وبابريكا وسنة فلفل اسود وشطة اختياري لو بتحب الحاجات الحارة. طبعا زي ما شفتوا وانا بجهز التسبيكة كنت قورت البتنجان والكوسة بتوعي، وطبعا واحنا بنقورهم لازم نحط شوية مية جنبنا كده وشوية ملح عشان ما يسودوش معانا، خاصة البتنجان هو اللي بيسود لو ما عملناش الخطوة دي. وبعد ما خلصت الخطوة دي خدتهم بقى الحوض، بدأت ان انا اغسلهم كويس قوي واحدة واحدة كده عشان لو فيهم اي رمل او اي بواقي من بعد التقوير. اللهم بارك، الصلصة بتاعتي كانت جهزت. هحط حلة على النار فيها شوية مية وفيها شوية ملح، معلقة ملح كده تقريبا. واول لما تغلي معايا هبدأ بقى انزل بالكرنب عشان يتسلق معايا. يا دوب بس تقلبتين، اول ما المية تغلي معايا هبدأ انزل بالكرنب تقلبتين واطلعه عشان ما يعجنش. وبعدين لما اخرجه بقى ابدأ بقى ان انا اقطع الورق زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة على قد المحشية. وطبعا الورق الاخضر ده بنحطه تحت. هنغسل حوالي كيلو من الرز الابيض المصري واصفيهم كويس قوي وانزل بيهم على التسبيكة بتاعتي. وطبعا يكون عندي حزمة كزبرة وشبت وبقدونس مغسولين كويس أو متقطعين قطع صغيرة، وبرده هنزل بيهم على التسبيكة والرز واقلبهم كويس طبعا بعد ما طفيت النار، لأن الخضرة لو نزلت على الصلصة والنار شغالة وكده هتسود معاكي. الرز طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، وكل ما الصلصة تكون اكتر كل ما المحشي بتاعك يكون احسن ولونه وطعمه حلو قوي. حضرت الصينية بتاعتي، هبدأ بقى ان انا احشي الكوسة والبتنجان والفلفل زي ما قلتلكوا. بس البتنجان هحطه في الأرضية زي ما انتوا شايفين كده، هحطه تحت وبعدين الكوسة والفلفل هيبقوا فوق. هخلص كل الكمية بتاعة البتنجان تحت والكوسة والفلفل فوق. كنت اخدت حوالي 3 معالق صلصة من تسبيكة المحشي عشان اضيفهم على الشوربة اللي انا هحطها على المحشي. التركية دي بتديله طعم برده ولون حلو. اللهم بارك، انا كنت خلصت كل الكمية بتاعتي وده كان شكله خلاص. الشوربة طبعا هتكون مغطية الصف اللي قبل الاخير اللي هو البتنجان، الصف اللي قبل الاخير مش الصف الاخير، يعني مش هتكون مغطية الكوسة عشان ما يعجنش. ما تزودوش شوربة كتير. وطبعا لما ادخلها الفرن هغطيها بورق فويل، هدخلها على نار عالية. وطبعا لو انا عاوزة المحشي بتاعي يكون متحمر هشيل بقى الفويل واديها تشميع من فوق، بس انا ما كنتش عاوزاه يكون متحمر، كنت عاوزاه يكون طري كده في الصينية جوسي يعني. طبعا الكرنب زي ما شفتوا عملته في حلة صغيرة كده لانه اصلا ما كانش كتير، وشفتوا حطيت المية دوب على قد الكرنب كانت مغطية بس. وطبعا كان ممكن ان انا اعمله في صينية عادي، بس انا كنت حابة اعمله في حلة. هنعمله برضو بنفس الطريقة وهتكون المية مغطياه بس ما تكونش زيادة عشان ما يعجنش معانا. ودي الصينية بعد ما خرجتها من الفرن، بصوا ما شاء الله المحشي عامل ازاي دايب وكان مستوي جدا ومش معجن. الكوسة والفلفل والبتنجان كله نفس التسوية، مفيش حاجة معجنة او مستوتش معايا. طريقة لذيذة وحلوة جدا وبسيطة تنفع للمبتدئين او اللي لسه مش عارفين ان هم يظبطوا مقدار الشوربة او المحشي بيعجن معاهم. اتمنى تجربوا الطريقة دي وتقولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم واستنوني في فيديو جديد.